السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب وبنستعد له باذن الله. النهارده هنعمل مع بعضينا القطايف بطريقة سهلة وبسيطة زي اللي بنجيبها من المحلات، ويمكن كمان احسن. يلا الرسول ونقول معانا ايه. انا معايا هنا كوباية دقيق نخليها مطلعة منها الهواء، واضيف لها نص معلقة خميرة فورية. مكترش الخميرة فيها عشان الخميرة متطلعش فيها، ونص معلقة بيكنج باودر، وذرة الملح اللي بنحطها على كل المعجنات، ومعلقة سكر عشان تفعل لنا الخميرة بتاعتنا. اول هنقلب المكونات الجافة مع بعض. انا هنا معايا كوباية مية دافية، انا مش هاخدها كلها، هاخد كفايتي. بسم الله نضرب المية بالتدريج. هي خدت الكوباية اللي كان قدام حضراتكم وخدت نص كوباية تاني. انتوا عارفين كل دقيقة بيختلف عن التاني، يعني هي كده خدت كوباية ونص مية. شايفين القوام بتاعها؟ احنا مش عاوزينها ايه تقيلة، مش عاوزين العجينة بتاعتنا تقيلة عشان لما نركنها. شايفين حضراتكم القوام بتاعها؟ عشان لما نركنها تهدى مترجعش تتخن ونرجع نزودها تاني. احنا دلوقتي هنصفيها مع بعض عشان لو فيها اي تكتلات. فيها استريتش، نسيبها تستريح، نرجع مع بعضنا نشكلها. ورجعت لكم تاني بعد القطايف بتاعتنا ما ارتاحت. احنا ما سيبناهاش تختمر، احنا سيبناها بس ترتاح. هنحط كوبايه، اللي عاوز يضاعف الكميه ضعفها، بس انا عملت معاكم كوبايه دي كميه عشان ما اطولش الفيديو عليكم. دي هنسويها في طاسه تيفال او جرانيت او اي لو حله بردك تيفال مفيش اي مشكله، عشان لما نحط القطات بتاعتنا متلزقش. بسم الله. شايفين حضراتكم الفقاعات ديت؟ دليل القطايف بتاعتنا ناجحه. احنا مش نحركها لما العجين اللي فوق ده يختفي، نعرف ان هي استوت. اول ما العجين اللي فوق دوت يختفي نعرف ان القطايف بتاعتنا استوت. هنهدي النار عليها، منخليش النار عاليه عشان القطايف بتاعتنا ما تتحرقش من تحت. العجين اللي فوق اختفى، شايفين اهي؟ شايفين حضراتكم؟ شايفين حضراتكم؟ هنحطها في فوطه نغطيها عشان متنشفش، هكمل بقيه الكميه وارجع لكم. شايفين؟ رجعت لكم تاني بعد ما خلصت القطايف بتاعتنا. بصوا حضراتكم حمرها ازاي، بصوا وشها، بصوا المسامات ديت، ده دليل القطايف بتاعتنا ناجحه. من كوبايه دقيق بصوا عملنا كميه قد ايه. لو حضراتكم بقى عاوزين تضاعفوا الكميه، ده الكوبايه كوبايتين هيبقوا معاكم حضراتكم قطايف قد كده. يلا نبدا. بسم الله.
انا معايا هنا زبيب ومعايا جوز الهند. نحشي القطايف بتاعتنا. وهنقفلها حضراتكم. بصوا، عاوزين حضراتكم بردك تكبروا القطايف بتاعتكم، كبروها. كل حاجه تحط كل واحد حسب رغبته. انا عامله قطايف عصافير، شايفين حضراتكم. انتوا عارفين حضراتكم ان الاسعار غاليه الايام ديت، والشاطر اللي يعرف يعمل حاجه بايده. بردك اللي حابب بردك يقفلها كده زي القرطاس، ويحمرها بردك في الزيت، ويحشيها هنا كريم شانتيه، يحشيها شوكولاته. حضراتكم القطايف بتاعتنا حلوه وطازه، بتتقفل ازاي على طول ما بتتفتحش. ممكن تعملي كده بردك وتخزني في الفريزر، في رمضان تطلعيها تحمريها تسقطيها بس في الشربات، وسهل عليكي بردك. بصوا عليها كده حضراتكم عشان ما تتفتحش وانتوا بتحمروها في الزيت. كوبايه دقيق عملنا كميه ما شاء الله زي ما انتوا حضراتكم كده شايفينها قدامي. ممكن تحشوها بردك شوكولاته، ممكن تحشوها جبن، مش شرط يعني تبقى حاجه حادقه، تبقى حاجه مسكره. الحشوات ديت تبع رغباتكم انتوا. لو عاوزين حاجه حادقه حشوها جبن، حاجه مسكره شوكولاته وجوز الهند وزبيب. انا اخلص بقيه الكميه وارجع لكم اوريها لكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت القطايف بتاعتنا. شايفين منظرها ازاي؟ من كوبايه دقيق عملنا الكميه ديت. شوفي انتوا حضراتكم لو هتجيبوها من بره هتجيبوا الطبق ده بكام. تحطيه طبعا تفرزيه في الفريزر، تطلعيه تقدحي الزيت تحطيه على طول، ما تستنيش لما ينفك من التلج. تقدحي الزيت وتحطي القطفايه في الزيت تحمريها، كنا عامله لها الشربات. حاجه سهله هتوفر عليكي ايه وقت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه، يا ريت تدعموني بالاشتراك بتاعكم. انا من غيركم مش هوصل، بيكم هوصل. اللي مشتركش لسه في القناه بتاعتي يشترك، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.